مقتل شجاع العلي في ريف حمص على يد الثور، وهذه تفاصيل العملية وما قالها السوريين. لكن قبل كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا الجديد والترند. ورد قبل قليل قتل اليوم الخميس شجاع العلي برصاص مسلح عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية في قرية خبرة الحمام بريف حمص الغربي. ويعتبر شجاع العلي أحد قادة نظام بشار الأسد، وكان مسؤولا عن العديد من جرائم القتل والتعذيب خلال السنوات الأخيرة بسبب صلته بالفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، ومقرب أيضا من حزب الله اللبناني. وظهر العلي في فيديو يوم أمس وهو يدعو إلى إشعال النيران بمساجد في سوريا ردا على إشعال النار بمقام ديني للطائفة العلوية في حلب. تقدر الإشارة أن الإدارة العسكرية في سوريا نشأت أو شنت عمليات لملاحقة فلول النظام السابق بعد إطلاق نار على عناصرها في طرطوس وحمص بكل سوريا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة ومع السلامة.